رونالدو من سابع المستحيلات يجي للعراق. هذا الكلام قالوه بعض الجماهير العراقية. ابقى وياي دقيقة واحدة وانا راح اقنعك انه رونالدو راح يشارك ضد الشرطة. رونالدو وين نادي النصر قبل لا راح يلعب ضد الشرطة راح يواجه 3 فرق من اقوى الفرق بآسيا. اول مباراة ضد نادي السد، اقوى نادي بقطر. ثاني مباراة راح تكون ضد نادي العين اللي اخذ البطولة الموسم الراح وفاز على النصر وعلى الهلال. ثالث مباراة راح تكون ضد نادي برسبوليس الايراني، الموسم الراح اخذ الدوري وكان خصم صعب ضد النصر. ووراها راح يواجه نادي الشرطة. فانت تخيل راح يواجه اقوى فرق اسيا وممكن يخسرون نقاط وممكن يقضونها تعادلات وممكن رونالدو ما يسجل لان مو فرق ضعيفة. من توصل مواجهة الشرطة رونالدو راح يصر على المشاركة ضد الشرطة حتى يسجل ويساهم اكثر. وكلنا نعرف رونالدو يحب يكسر الارقام ويحب يكون هداف البطولة. خصم مثل الشرطة مستواه نقدر نقول بالنسبة للأندية المشاركة نادي متواضع، وهذا راح ينطي رونالدو الدافع